سلام البنات الغزالات المهمات الحنانات الخوت الخواتات الصحابات والفاميلة. اليوم غنوجد معكم واحد المعسل رمضانية على شكل بقلاوة. تتجي البنات سهلة ورائعة، وتنديرها بالورقة ديال الفيلو اللي تنعمل في الدار. تتجي زوينة البنات وتتجي هشيشة مورقة. ودرتها بالكاوكاو، راه رائعه البنات. وهذه اللي باغي راه غيديرها باللوز، راه تتجي رائعه البنات وزوينه وسهله. نوري الطريقه شويه بشويه المبتدئات اللي بغات تصوبها في دارها. راه تتجي رائعه البنات وتتجي زوينه. المكونات ديالها ماشي المكونات بساط، وتجي زوينه البنات. تحضريها في دارك، تدير فيها على شكل نوري لكم الطريقه ديال هذا الشكل. راه تجي بها زوينه البنات. غنبداو بسم الله على بركه الله. نبدا البنات. عندي 400 غرام ديال الكاوكاو. كاوكاو جبتو هذا اللي مقشر، مسحتو مزيان بالخرقه نقيه، مسحتو مزيان باش ما تكون فيه ديك الغبره اللي تتكون عند موالين المحلات، واخا تيكون مبالي، ولكن تنخافوا من ديك الغبره. تنمسحو مزيان، تنفرشوه في الصينيه، تندهنوه، تدير له قيم 2 معلقات ديال الزيت. عوض اللي بغى راه غيقليه، انا ما بغيتش نقليه، درت هاد 2 معلقات ديال الزيت ودخلته الفران يتحمر على بشويه بشويه بلا ما ندير ديك المقله نديرو يتقلى. تديري هاد الطريقه غير تدهنيه بشويه الزيت، يتدهن كامل، ويكون في هاد الصينيه وتدخليه للفران. العافيه تكون في التحت والفوقي، العافيه مهيله باش ما يتحرق، وتخليه حتى يتحمر على خاطره. هو تيجي البنات بحال اللوز محمر. تنهزو البنات الاله الطحانه اللي غنطحنوا بها. تندير درت داك 400 غرام ديال الكاوكاو. غنطحنو حتى تيتطحن. حيت ما بغيتوش يكون داك بحال البانين، داك يكون داك بحال العجينه. نطحنو حتى تيطحن شويه. نبدا نزيد عليه، نزيد المكونات اللي غنسمو به. ديك سميتو بغيت فيها البنات النكهه ديال القرفه تجي فيه زوينه. شتو البنات ملي تطحن راه ما خليتوش يتطحن حتى تيطلق لي الزيت ديالو، حيت بغيتو يكون ما يكونش ما بغيتش يكون عجينه بزاف. درت معلقه ديال القرفه، ودرت 2 معالق ديال السكر سنيده، حيت ماشي ما تكثروش الحلاوه بزاف، حيت غتكون معسله ما خصناش سميت. ودرت معلقه كبيره ديال الزبده البنات، ودرت 2 معالق ديال الماء الزهر. ما بغيتش نكثر في الماء الزهر، حيت دابا هاد الطريقه راه الا طحنتي الكاوكاو تحطيه تديري هادو القرفه والمنسم اللي غدير، وتبدا تعجني بيدك. انا بغيت عجنته في الاله كانت يتعجن حتى تيتخلط. ها هو البنات تيصبح على هذا الشكل. غنحيدو البنات حتى تيولي هكا. الا بغيتي الطريقه سميتو غير تطحن وانت عجني بيدك. هو انا ما بغيتوش باقي، ما بغيتوش يكون عجينه، بغيت يكون هكا غير ميدب شويه وصافي. غنحيدو على جانبا. عندي البنات هزيت 600 غرام ديال الطحين، ما يعادل 6 الكؤوس ديال العنبه ديال الدقيق الفرص يكون مزيان البنات. ودرت له شويه د الملحه، ودرت واحد الكاس ديال الياغورت، او الياغورت طبيعي، او البلايص الاخرين تيقولوا له الزبادي. الكاس طبيعي، وداك الكاس ديال الياغورت عبرت به كاس الزيت. اللي بغى غيدير الزبده، انا درت الزيت. ودرت واحد الخماره ديال 7 غرام، وغندير داك الكاس 2 معالق ديال الخل. وغنزيد البنات داك الكاس نيت ديال الزبادي ديال الياغورت، هو اللي غنعبر به الكاس ديال الماء الزهر. هذا راه شنو سميت. درت الكاس ديال الياغورت، وكاس ديال الزيت، وكاس ديال الماء الزهر، ودرت 2 معالق الخل، و2 معالق ديال العسل البنات، غير باش يذهب لينا اللون ديالهم. تيجي داك اللون زوين الا درتي العسل. وغندير بيضه وحده والماء البنات. غيكون عندي الماء في كاس العنبه، ولكن حتى غنوري لكم شحال غيدخل لي. راه ما غنديرش، حيت راه الزبادي وداك دانون والزيت والماء الزهر والخل والعسل راه يقدر الطحين الا ما كان تيشرب راه غتكفاو من سميتو. الا ما كفا غديري داك الماء ديال الصنبور. والبنات الا اللي ما بغى يدير الكاس ديال الياغورت، غيدير غيدير 2 معالق كبار ولا 3 معالق كبار ديال الحليب بودره، ويدير الماء. ما تخدميش بالحليب سائل،
تجيبيه باش تجي لك الورقه زوينه. وتتعجني الماء البنات، راه شفتو درت ربع كاس الماء اللي زدت باقي، حيت الطحين راه تيتختلف الطحين ماشي بحال بحال. وعجنته شويه، دلكتو فوق الورنيه شويه، وغندير له البلاستيكه وخليته البنات. انا درته بالليل وخليته حتى للصباح. ملي فقت الصباح مشيت نخدم به، راه تيجي البنات تيجي رطب. غير تديه شويه بشويه، ما خصكش باقي تضربيه تدلكيه باقي بزاف، راه صافي هو خدم. وديك ملي بات راه ارتاح وتقاد. دابا تنقسم ديك العجينه على جوج قسمات، وكل قسمه خصني نخرج منها 8 د الكرات. غنقسم دابا حتى تنخرج فيه داك كل كره تنخرج فيها 8. ونكورهم البنات. اللي بغى راه غيعبر بالميزان باش يجيب الميزان قد قد، ولكن عينك ميزانك راه غتعرفي. دابا تنخرج فيهم، تنخرج 16 حبه. ونكورهم البنات، ونجيب واحد الصينيه نرشها بالسر ديال هاد العجينه كامله، هي المايزينا البنات، هي النشا. تنرش ديك الصينيه ونرش ديك الكويرات ونغطيهم ونخليهم يرتاحوا شويه، واحد ربع، واحد 5 دقائق، ونرجع نخدمهم باش يجيو رطبين. هاد الورقه ديال الفيلو البنات راه كاين عندي في القناه ديالي. كاين عندي فيديو خصص ديالو، والطريقه كيفاش تحتفظي به، الطريقه كيفاش غتحتفظي به في الثلاجه. دابا انا البنات تنورق هاد الطريقه، تنورق هاد على هاد الحجم. وكاملين دوك 8 خصني نخرجهم كامل 8 قد بعضياتهم. ديك 8 كاملين يكونوا، ما تكون وحده كبيره ولا وحده صغيره، كلشي يكونوا قد بعضياتهم. انا نورقها البنات، انا تنكمل النهايه الاخرى. المهم حتى تنكمل ديك 8، يعني ديك العجينه غنخرج فيها جوج، يعني 8 حيت عندي 16، عندي 16 حبه. تنورق على هذا الشكل البنات. تورقته تنورقهم ودائما البنات تنكثروا المايزينا. حيت علاش تنكثروا المايزينا؟ باش ما يتلصقوش لينا. دابا ها 8 البنات، راه بقاو ليا 8 الاخرين. دابا ندير له هذه الطريقه نخليها ترتاح شويه، بما غنورق الاخرين. تتكون البنات على سميتو، نحيدها على جانبا، نخليها غير هكا باش نثبتهم مع بعضياتهم. وديما راه المايزينا البنات، راه كثرت المايزينا بيناتهم باش ما يتلصقوش لينا. نخليها ترتاح شويه بما نكمل دوك 8 الاخرين. دابا هما كملتهم البنات. دابا غنبدا في التوراق البنات. تنورق شويه ونقلب. علاش تنقلب؟ باش الليل التحتانيه تتبقى على الحجم ديالها، واخا تتورق تتبقى هي صغيره. خاصني ضروري كل وقت نقلب باش يجينا الحجم مع بعضياتهم، باش الا ورقنا الحواشي ديال العجينه باش ما تبقاش لينا غليظه. كل مره قلبوا العجينه نقيسوا ما بين دوك الوريقات، باش الا شفنا شي وحده، الا شفنا بدات تتلصق ولا شي حاجه، نبداو نرشوا باقي على هذا الشكل. ونطلقوا البنات، نطلقوا بالمدلك، ولكن ماشي غنطلقوا حتى تيبان لينا سطح العمل. نورقوا باش نخلي، حيت راه العجيه عندنا 8 د الوريقات. شفتوا على الشكل؟ راه البنات تنحلوهم مع بعضياتهم ساهلين. وشوف كيفاش تجي الورق ديالهم، راه ما تتعذبكش باقي ما حتى حاجه. وتيتفكوا بسرعه، ماشي ما هما راه ما تقطعوا لي ما حتى حاجه. راه خدمتهم قدام عينيكم باش شفتوا الطريقه ديالهم. شفتوا؟ وديك الساعه البنات الا غنخدموا سميتو، راه تنفطوا لهم ديك المايزينا اللي تتبقى من الفوق، وعاد تنخدموهم. راه البنات راه ساهلين. غير رجعوا لذاك الفيديو راه عندي، وباش تشوفوا الطريقه. الا بغيتو تخزنوها تحطوها، الا ما غتخدموا بها ديك الساعه. نفرقهم البنات على هذه الطريقه كامله. والبنات ملي تندير هاد الخدمه، راه درت واحد 200 غرام ديال الزبده. درتها حتى تحرق لي هذاك الحليب اللي تكون فيها والماء. المهم درتها حتى ولات نوازيط. تندهنوا هاد الورقه على هكا. تنجيب واحد عود، اللي عنده عود دوك الرقاقين الرقيقين اللي تنديروا ديال في العيد الكبيره ولا سميتو. درت انا هاد القطيب هكا. وغنقد داك الحشوه ديال اللي تنديروا ديال الكاوكاو، ولا اللي بغى يدير ديال اللوز. حيت هادي كل واحد والاستطاعه ديالو، اللي بغى غيدير اللوز، اللي بغى يدير الكاوكاو. انا وريت لكم الطريقه، والحشوه راه تتكون على الاختيار ديالكم. تنديرها البنات في هذه الجهه، ونبدا نرولي مستعينه بداك المشوى اللي درت في الوسط. تنروليها على هذا الشكل. وغنجيب راه اللي بغى راه ما يدير حتى هاد سميتو
القطيب اللي درت فيه في الوسط الا بغيتي راه ما غديريه، حيت انا علاش درتو باش الا غنكمشها، راه اللي بغات يجمع غير تتكمشيها غير بيدك بلا ما تستعني بهذا المشوى. تنقد على هذا الشكل دابا وغنقدهم في الصينيه. راه ديجا درت الاخرين حطيتهم في الصينيه، وبغيت غير نوري لكم هاد الطريقه باش ما بغيتش باش نطول الفيديو بزاف. وغنديرها البنات على هذا الشكل ونقادها. وديما الحاشيه اللي تتكون الاخرانيه راه ديما خصنا نديروها في التحت باش ما تفسخ. دابا نكحزوهم ونلصقوهم مع بعضياتهم. ودابا ها الورقه الثانيه عاوتاني تنديرها. ضروري تدهن مزيان البنات بديك الزبده نوازيط، ونقلب ندير داك المشوى ونقلب عليها شويه د العجينه باش يجينا سهل، حيت الا درناه مع الحشوه الا جريناه راه غيخرج لك الحشوه على برا. اما الا درتي لها هذه الطريقه حيت غيكون غير في العجينه. وراه اللي بغى غيدير واحد واحد المشوى يكون غليظ ويحطو يكون خصيصا لهذه الطريقه الا غيديرها. وهي تنطوي عاوتاني حتى تنكملو ونكمش. تندفع بشويه بشويه ونكمش ونسلت داك المشوى اللي درت في الوسط، ونقادوها عاوتاني على سميتو. وضروري البنات تنديروا الزبده مزيان، تنديروا الزبده باش تبقى لينا ديك التوراق باينه، تتولي ديك التوراق تتولي باينه مزيان. دابا حتى انا كملت العجينه ديالي كامل البنات على هذا الشكل، راه تتخرج خير الله البنات. وعندي ديك الزبده اللي بقات ليا راه رديتها عاوتاني حيت ملي حطيتها تنقاد الاخرين بدات الحال بارد دغيا تتجمع. رديتها عاوتاني حتى سخنات. وغنبدا دابا البنات نسقيها من الفوق، نسقيها مزيان حتى تسقى مزيان البنات من الفوق على هذا الشكل. ندوزها كامل حتى تيكونوا كاملين يتسقاو كاملين. وعندي الفران البنات، الفران شعلت ليه شعلت غير لتحت، خليته حتى تنبدا تنشوفها بدات تطيب من التحت عاد نشعل الفوق باش تحمر. ندوز ليها كامله هكا الزبده. شفتوا البنات ديك الزبده نوازت كيفاش تيولي اللون ديالها. راه درت 200 غرام، كنت درت 200 غرام سقيتها من اللي درت فيها من في التورق في الاول ملي غنبدا نعمر الحشوه. ودابا اللي بقات ليا هي تنديرها ليها عاوتاني من الفوق. تندوزها كامله البنات على هذا الشكل وندخلها الفران البنات قبل ما ندخلها الفران سمحوا لي البنات تنقطع ديك الحاشيه اللي من هنايا والحاشيه اللي من هنايا باش هي تكون شويه قاصحه. وغنبدا نقطع الموس يكون ماضي. ولا تنقطع البنات هذا تيكون عينك ميزان، كنت بغيتي ديري 2 صباعين بحال العبار ديال 2 صباعين ولا سميتو او لا، المهم هذاك الحجم هذاك تيكون على حسب الاختيار ولا الطلبيه ديالك. تتقطعي تحيدي ديك الحاشيه بعد الاولانيه هي الاولى، والقياس اللي درتي في الاول هو اللي غتمشي عليه. تتقطعيه يكون عندك كلشي نفس القياس. راه غتشوفوا الا تقطعت تشوفوا نفس القياس اللي عندي. والموس البنات يكون ماضي، راه واخا تقطعوه هكا راه ما تخرج للحشوه ما تيخرج والو. تنقطع كامل يكون التقطيعه تكون متساويه كامله البنات. شفتوا البنات التقطيعات تكون متساويه. الحاشيه راه تنحيدوها حيت تجي ديك الحاشيه شويه قاصحه، حيت قد ما حيت ديما ملي تنعمروا الحشوه تنخليو شويه في الحاشيه من هنا وشويه من هنايا، ما تنديروهاش فيها هذيك تتبقى بحال العجينه واخا تكون مورقه، ولكن المهم تنحيدو ديك الزايد اللي عندنا في الجنب. تنحطها البنات باش طيب. تنحطوها تطيب على المهم حتى تنشوفوها بدات سميتو نشعلوا ليها تحمر شويه من الفوق. ها هي البنات ملي تحمرت دابا خرجتها. راه ملي درت سميتو هزيتها بنات كاس العسل. راه العسل وريت لكم الطريقه عندي في القناه. اللي بغى توجدوا اللي بغى تشريه راه تتشري. الا شريتي هذيك ديال البوط ديال برا هذاك راه تيكون جاري شويه. اما الا درتيه في الدار راه تديري تيكون مش عاقد شويه ما تيكونش جاري. دابا انا هزيت كاس ديال العسل، درت له ربع كاس ديال الماء الزهر، رديته حتى تيغلى باش يجري ليا داك العسل. سقيتها بها مزيان ورجعتها عاوتاني بحال الا تشمعت شويه من الفران وخرجتها. وديك العسل اللي زايده البنات راه غير تنميل تنحيدو. وشتو الطريقه كيفاش تجي البنات؟ تتجي رائعه وزوينه البنات. وراه المذاق ديالها وراه ما غتقوليش واش هذاك المذاق ديال الكاوكاو واحد المذاق زوين، غتقولي واش معدلها باللوز. تتجي رائعه البنات وتتجي زوينه.
تتخليها هكا. راه داك العسل اللي كان عندها زايد حيدته، وديك الساعه تنخليها وتنديرها في الكويعطات. الا بغيت تدردري عليها اللوز يفيلي، اولا تديري عليها الكاوكاو اولا اللوز كومكاص حتى هو مقلي محمر، وتنديروا عليها في الفوق. والتزيين تيكون على حسب الاختيار ديالكم. الا ما بغيتي راه ما غتزينيها والو، هي مزينه راسها وتحطيها على هذا الشكل تتجي زوينه البنات، تتجي رائعه، واحد المذاق فيها رائع. هذه من بين المعسلات اللي تتكون المعسلات ديال رمضان، تيجيو رائعين تيجيو زوينين البنات. غير نوضوا خدموا وجدوهم، راه غينالوا الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم ديروا لي جيم، تابونوا عندي في القناه. اللي جديده عندي في القناه مرحبا بك، الف مرحبا. عندي في القناه ديالي بريستيج مع فاطمه. وإلا عجبكم المحتوى اللي تنحط ديروا لي جيم وابوني وركعوا على الجرس الاحمر يبان لكم الجديد، فضلا وليس امرا. تنقول لكم عواشركم مبروكه، وخدموا وديروا. المهم جربوا هاد بقلاوه، راه تجي زوينه، راه من متناول ديال الجميع. ما فيهاش شي مكونات بساط، راه كل شيء مهم، كل شيء راه موجود عندكم في الدار. وراه تتجي رائعه بزاف البنات، تتولي مورقه وهشيشه، تتفرتت البنات رائعه. وجربوها، وبسلام عليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله.